علاش محكوم علينا نحن المهاجرين اننا يوم الاعياد كنعيدو بعيد على العائلات ديالنا، بعاد على الاصدقاء ديالنا، بعاد على الديار ديالنا. علاش خاصنا نهاجروا باش اننا نعيشوا بكرامه؟ يعني واحد المسؤول سرق البلاد، ضاقت الحاله، حنا هاجرنا. خاصكم يا المهاجرين طرحوا السؤال: علاش جيت لاوروبا؟ علاش جيت للغرب باش نعيش؟ ملي كتقول علاش جيت لاوروبا باش نعيش، يعني واحد دارك رزقك، واحد سرقك. كل واحد مهاجر كيعيد بوحدو، وبعيد على العائله ديالو، بعيد على الوالدين ديالو، ولا شي وحدين والديه توفاو ما شافهمش. ذنوبنا على هاد المسؤولين اللي كيحكمونا ولا كيسيروا الشؤون ديالنا. خليتونا نترامى في اوروبا نعيشوا الدياسبورا. ما هي الدياسبورا؟ هي الشتات اللي كيعانيوه اليهود في العالم، حنا نعانيوه. انا العيد الكبير خصني نهود المغرب، عيد الصغير خصني نهود المغرب، رمضان خصني نهود المغرب، مرض با خص تهود المغرب، في الصيف خص تهود المغرب. انا السلام عليكم خوتي المغاربه الحرار. هذا الفيديو هذا يخص اي مهاجر في ديار الغربه كيف ما كان، سواء كان مغربيا او جزائريا او تونسيا او مصريا او ليبيا او عراقيا او مصريا او سوريا. كل واحد الظروف اللي جابته في ديار الغربه. هذا الفيديو هذا ديما كنت نبغي انني نصوره في العيد، ولكن اليوم بما ان هذه المناسبه ديال عيد الاضحى، هذه المناسبه هذه كنقول لكم بعد عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير. ولكن نحن كمهاجرين او مهجرين او تم تهجيرنا بطريقه او باخرى، خاصنا نسولوا علاش خاصنا نهاجروا باش نعيشوا الحياه الكريمه. علاش محكوم علينا نحن المهاجرين اننا يوم الاعياد كنعيدوا بعيد على العائلات ديالنا، بعاد على الاصدقاء ديالنا، بعاد على الديار ديالنا؟ هذا هو السؤال. الا شفنا العراقيين او السوريين او اليمنيين ولا الليبيين ولا هادو، على الاقل بعدا كنقولوا بعدا عندهم حروب، انهم جاو لاجئين، ماشي مشكل انهم ظروفهم حكمت عليهم. ولكن نحن كالمصريين والتونسيين والجزائريين والمغاربه، وانا منهم، علاش خاصنا نهاجروا باش اننا نعيشوا بكرامه؟ علاش خاصنا نهاجروا باش نحققوا الاحلام ديالنا؟ علاش محكوم علينا اننا نهاجروا باش اننا نعيدوا بعاد على الاهالي ديالنا، وبعاد على الاراضي ديالنا، وبعاد على الحماة ديالنا والاصدقاء ديالنا والوالدين ديالنا؟ هذا هو السؤال. علاش نحن كمهاجرين محكوم علينا كل عيد اننا نكونوا بعاد على العائله ديالنا؟ علاش حنايا محكوم علينا كمهاجرين خاصنا نشوفوا العائلات ديالنا مره في العام؟ علاش نحن كمهاجرين محكوم علينا اننا من نموتوا ونتوفاو نجيو للبلاد بصندوق؟ علاش نحن كمهاجرين محكوم علينا اننا شي مرات كنسمعوا الو باك توفى، الو بمك توفات، الو خوك، الو عمك، الو خالك، الو جدك؟ علاش؟ هنا ملي كنطرحوا السؤال علاش ايها المواطنين، لان المغاربه ولا المغاربيين كيف ما كانوا، يعني واحد الناس مسؤولين اللي داونا رزقنا، واحد الناس مسؤولين اللي كيكونوا في السلطه واللي كيدبروا المسائل ديالنا والشؤون ديالنا، انهم سرقوا الثروات واللي خلاونا اننا محكوم علينا اننا نهاجروا. يعني واحد المسؤول سرق البلاد، ضاقت الحاله، حنا هاجرنا. يعني انا يا هذا العذاب اللي كنعانيه كثير من المغاربه وكثير من المهاجرين اللي كيعانيوا هذا العذاب هذا في الاعياد، كيعيشوا بوحدهم وبعاد على الوالدين ديالهم. انا بالنسبه لي انا ماشي عادي الا عييت بعيد على الوالدين ديالك. انا بالنسبه لي المسؤول الاول والاخير وهو المسؤولين ديالنا، جميع مستويات ديالهم. اي مسؤول كيف ما كان، الا انه مسؤول على ان الشعب المغربي يهاجر. كتسول الذكاء الاصطناعي كتقول له نسبة المهاجرين في الدول المغاربية واش كتلقى، ولا شمال افريقيا، كتلقى 6 ملايين ونص مهاجر مغربي، وكتلقى 5 ملايين مهاجر جزائري، هذه راه بين قوسين، نورمالمون في الجزائر كثر. وكتلقى من 9 ملايين حتى ل 10 ملايين مهاجر مصري، وتلقى مليون ونص ولا مليون و400 الف، قول حنا مليون ونص بلا ما نحسبوا الحراقه، مهاجر تونسي. وتقريبا واحد 200 الف حتى ل 400 الف 300 الف مهاجر ليبي. ملي كتجمع كاع حتى بواحد السله كيعطيك تقريبا اكثر من 22 مليون، يعني دوله على قدها مهاجره. علاش حنا المهاجرين، خاصكم يا المهاجرين طرحوا السؤال: علاش جيت لاوروبا؟ علاش جيت للغرب باش نعيش؟ ملي كتقول علاش جيت لاوروبا باش نعيش، يعني واحد دارك رزقك، واحد سرقك.
بدليل انك ملي كتجي لاوروبا، ملي كتبغي تعيش في المغرب ما تقدرش تبقى سيمانه زوج اسبوعين الماكسيموم وتبغي ترجع لاوروبا، ما تقدرش تعيش داك الجو هذاك. كثير من الناس اللي بغات ترجع ولكن ما قادراش ترجع بحكم انها ملي كتمشي الفاكونس للمغرب ولا سولت مع الجزائريين وهضرت مع توانسه جو اسبوعين، قال لك الماكسيموم ما نقدرش نجلس اكثر من اسبوعين. علاش؟ كل واحد مهاجر كيعيد بوحدو وبعيد على العائله ديالو بعيد على الوالدين ديالو، ولا شي وحدين والديه توفاو ما شافهمش، ذنوبنا على هاد المسؤولين اللي كيحكمونا ولا كيسيروا للشؤون ديالنا. انايا بعدا كنقول لكم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم ايها المسؤولين اللي ديتونا رزقنا ونهبتونا وسرقتونا وخليتونا نترامى في اوروبا نعيشوا الدياسبورا. ما هي الدياسبورا؟ هي الشتات اللي كيعانيوه اليهود في العالم، حنا نعانيوه. نعرف انا ربي انه حكم على بني اسرائيل في الشتات في الارض، ولكن ما عارفش في القران بالله تعالى حكم علينا بالشتات، ولكن نتوما حكمتوا علينا بالشتات. شتت الله شملكم في الدنيا قبل الاخره، وعيد مبارك سعيد. وديما طرح السؤال، شكون اللي خلاك تجي لاوروبا؟ واللي قال لك المغرب زين قول له عير وعيش في المغرب. الا سميت امك راجل، الا سميت امك عندك البيضتين راه هو تعيش في المغرب. ما كيقتلك بالشعر، لابس لك التولي ديال المغرب ولابس لك الكاسكيطه ديال المغرب ويشجع لك المغرب ونموت على المغرب. مين تقول له عيش في المغرب يقول لك انت مريض. وهذه جربتها وشهدت مع الناس بزاف. يموت على المغرب، كاع كنموت على المغرب، انا اللي خصني في المغرب نرحيه نورمال. لكن ملي تقول له عيش في المغرب يقول لك لا. ايوا باش عاش النفاق. حسبي الله ونعم الوكيل في هذا العيد الكبير ولا في هذا العيد الاضحى اللي خليتونا نتشوقوا لوالدينا ونتشوقوا الاهالي ديالنا. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. واي قمقم غادي يقول لك علاش ما تمشيش تعيش في المغرب، غادي نقول له بحال انايا مثالي، انا بحال انايا نهز بكطاجي ونروح، ما عندي داري، ما عندي خدمتي، ما عندي ولادي، ما عندي مدرسه، ما عندي عمل، ما عندي ارتباطات، ما عندي. انا العيد الكبير خصني نهود للمغرب، عيد الصغير خصني نهود للمغرب، رمضان خصني نهود للمغرب، مرض با خصك تهود للمغرب، في الصيف خصك تهود للمغرب. انا بقى انا جا، انا عندي هنا الشركه ملياردير انا هنا. الله عليكم.